أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال. أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال. أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال. قراءة القرآن عند الناس، قراءة القرآن عند الناس، قراءة القرآن عند الناس، قراءة القرآن عند الناس. كذا روى 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 أئمة القياس. أفضل ما يتلى وما يقال. زاوية محمد مالك العتيقة تقع بتفريت مالك، بلدية يجر، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو. أسسها في مطلع القرن السابع الهجري العلامة محمد بن مالك، المتخرج من مدرسة أبيه الشيخ مالك بن أحمد بن عبد السلام بن مشيش بإيسومار ببني يعلى، والذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزاوية كانت ولا تزال معلما كبيرا لتعليم القرآن الكريم وعلوم الشريعة، بداية من مؤسسها العلامة محمد بن مالك، الذي عرف بغزارة علمه وورعه وتقواه، حيث تخرج على يديه الكثير من العلماء الذين حملوا المشعل بعده وانتشروا في الأرض لتعليم القرآن الكريم وعلوم الشريعة. فأسسوا زوايا كثيرة بمناطق القبائل وغيرها، كلها تعود لآل مالك. وقد تداول على هذه الزاوية العتيقة علماء كثيرون من بعد الشيخ محمد بن مالك، واشتهروا بالعلم والخير والصلاح على مر العصور، ولم يتوقف عطاؤهم، فكانوا كشجرة ثابتة أصلها في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وضربوا الأمثال للجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا لا ولنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. وهذه الزاوية لم تتوقف عن العمل إلا في السنوات الأخيرة للثورة التحريرية الجزائرية، فأوقفها المستعمر لأنها كانت عونا وسندا لجيش التحرير الوطني في المنطقة. تتميز هذه الزاوية بموقعها الاستراتيجي الجميل والهام في مكان مرتفع على سفح جبل، يطل على مناظر طبيعية جميلة، مما جعل منه مكانا معينا على طلب العلم وطلب المزيد منه دائما، مع ما تتميز به الزاوية من أجواء روحانية عالية وكثرة تلاوة القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتون الفقه وغير ذلك من علوم الشريعة. الزاوية اليوم طالها توسيع كبير، فأصبحت صرحا كبيرا لاستقطاب طلاب العلم
فهي تسع اليوم لأكثر من 300 طالب. ورغم هذا التوسيع العظيم، حافظ أهلها على البناية العتيقة التي كانت في حياة الشيخ محمد بن مالك، وهي من حجارة وسقفها من شجر الزان المنتشر في هذا المكان، والذي له قصة مع الشيخ محمد بن مالك وأبيه الشيخ مالك تواترت مع الأجيال ويعرفها أهل المنطقة وغيرهم. وبجانبها دفن الشيخ محمد بن مالك رحمه الله تعالى. ولا تزال الزاوية مقصد طلاب القرآن الكريم من كل حدب وصوب. هذه القرية التي هي في سفح جبل تذكر الروايات المتواترة أن أهلها كانوا يعانون من بعد التزود بالماء لكونهم في أعلى الجبل، فكانوا يمشون مسافات طويلة لأدنى الجبل لجلب الماء، الشيء الذي جلب لهم عناء ومتاعب كثيرة في تنقلهم. فكان من كرامات الشيخ محمد بن مالك التي تروى جيلا عن جيل أنه ضرب بعصاه في هذا المكان فانفجرت هذه العين التي أصبحت بعد ذلك موردا معينا لهم إلى اليوم. وفي هذا المكان كان الشيخ يجلس في استراحته وعيناه على طلبته وهم يتدارسون القرآن الكريم فيما بينهم، يتفقد أحوالهم فيستدعي من يستدعي منهم لمجالسته. وفي هذا المكان كان الشيخ محمد يودع ويستقبل حجاج بيت الله الحرام، فبقي أهل المنطقة على ذلك إلى اليوم. وزاوية محمد مالك لا يقتصر نشاطها على تدريس القرآن الكريم وعلوم الشريعة فقط، بل لها نشاطات توعوية وخيرية كثيرة منذ تأسيسها إلى اليوم، منها إصلاح ذات البين وإعانة الفقراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، ممتثلة لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، مما جعلها تحظى بمكانة عظيمة عند أهل المنطقة وما حولها وكل من عرفها حتى ولو كانوا من غير المسلمين. فعلى سبيل المثال، هذا أثر تاريخي لرجل إيطالي فر من الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الأولى إلى هذه الزاوية، فآوته واحتضنته سنين عديدة حتى توقفت الحرب، حيث أعلن إسلامه بعد ذلك، وهو من بنى هذا السور بالحجارة على الطريقة الهندسية الإيطالية في البناء، فدون اسمه على أحجارها، إنه برينو كوديسبوتي. واعتاد الكثير من الناس في المنطقة وغيرها من ربوع الجزائر زيارة هذه الزاوية يوم عاشوراء وإحياء الليلة بها لتلاوة القرآن الكريم وللاستماع لبعض المواعظ الدينية والأناشيد الإسلامية الهادفة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نسيت وجوه الذين كفروا
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فيسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بغين أذير بين تبغى مرة يقضى أين تقدم يقضى يعني كسيدي ربع عزيزين أذير بغا كسدو كلهم أذي دا أسدك البركة وين أسدو كل ساعة وين أذي داك الأربحان وين أذير باكنا ميقرق موكنا ميقرق مقام رحمة أذير بل ميقرق رحمة ربي على رحمة كجيزين حاجة رسال غافلين أكنت غور جونيس صافليس جونيس كليخ جونيس لا كان سيني بدن يلقى سيدي ربي إلا وليد ربي أخمس الجنة إلا وليد بني أسيخ ربي وكن خزير أخمس جهنم وكن من ربي منها إيه وكن من ربي منها مرة جهنم هذه ربي كرا يذكر مكان أو تيجي ربي النور هذه ربي كرا يستدل من فيه هذه ربي يشفع لك ولا يشفع له من مرة يعني كسيد ربي عزيز يعني كرا يتعوسن وأمين الحمد لله بالعالمين. وتذكر الروايات أن أول من بدأ في هذه الزيارة هو السلطان باشا أحمد أحد سلاطين الدولة العثمانية في المنطقة، حيث جاء زائرا للشيخ محمد مالك ومعزيا له في يوم عاشوراء في ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه، وهو أحد أجداده من نسب أمه. فاعتاد الناس منذ تلك الزيارة التاريخية على زيارة الزاوية وأهلها ليلة عاشوراء. يعني نكوني قسميد إذن الشفاء القرون خدمنا عاشوراء ياكينا عاشوراء ياكين تروحون دلغاشين زيد نكوني نسلق باير تعشرنوك يتعاشور خاص يعني زوقام يتعاشور تاك يتساوين العاشور نسل تعشيرا تعاون الزاوية خاطر أنويق عمر الزاوية تاكيد المؤمنين المؤمنين سامر الزاوية كي الطلبة تاكنا سنيد يعني الطلبة أما اللبسة أما الوعدين وتعاونن قاعد يغارن أما الشيخ أما الطلبة وإذا قاعد يعني يخدم داغنيا ذوا كيد المقصود وتسفن دايم يعني النية خالصة المقامة كي الزاوية كي خاطر ذاك الزاوية القرآن واسم ذكر فغنا شحال العلماء ذاكينا إذا إن شاء الله يعني فاش تلقي الغاشي دائما تروحون خاطر تحبين تدفن دائما العلماء أدفغني قاد يغران قاد يفهمن لكن يدفغن يكزيك يا كان صربيد الجيال صربيد وذي غران وذي السنن نعم وذي فغن من زمر الدنيا بلي انت تسيط يقف كان في زوزو ازال مقرن نعم تسيط يقف كان في زوزو ازال ما شرات الزاويه اكو الزاويه تاعي انت زوزو كانت ازال مقرن سواء تصيد يفغن العلماء ديك السن باش يدفقنا ياكي في زوزو نعم في زوزو طف قال عاده نسن الخير قدين دار احمد المحبه الوطن كامل يعني ادي يروح يوني مستغانم ادي يروح وهران ادي يروح تشكي يعني بخام يعني غراناك وفهمناك يعني وفاني من سنه كنا لازم نلحق وتروحون دار ثوره العلماء يغرانيا كان ذي قديما سفيقين تزورونا مكاناكيا تزورونا كذا يدلحقنا خاطر غران داكيا فوق من داكيا لكن تروحون داغنا الزاويات نظام داكي يبغى غدا هضره يعني هذيك قال تسدوم خاطر الزاويات تسدو انت توليه انت الخير توليه انت المحبه توليه انت الوالدين باش اطفن لكن يتطفن توليه انت وليد الخير
تربين دريان سن او بريد الدين خاطر ذا شويه مزويره وكذا الاخلاق ما لنا الاخلاق الا هذه كلش ما ولاش الاخلاق ورطو هذا شويه لا دواكي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سينا في كيراك العلم في كيراك المال ولكن في كيراك انك لعلى خلق عظيم خاطر ذا الخلق الصح ذا الخلق الدين ذا الخلق اذ العلم ذا الخلق يدي تساوين المحبه قال المؤمنين سيك صح بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مهون جلالي عضو لجنه دينيه زوجة سيدي محمد مالك ثم عمرت سيدي محمد مالك نخدم 19 من كل سكواس صروحون انزيم زيار من كل جهه مثل الجزائر نسعد دايت ذكر الله نسعد دايت التضامن نسعد دايت التسبيح نسعد دايت الدعاء ندعو ذو السنه قد قبل ربي الدعاء السما 16 يوم عظيم يقد نجا ربي العالمين سيدنا موسى عليه السلام نعوز مليحه ساكيني انت ميغير كذا كيني انت ميغير ذات مثلا انت ميغير سلمى حب ربي انت ميغير انت معاون في الذكر اسكو ساكيني نسعى نفقاو ناخذ على برا اسكو ساكن بدنا غد وسنغد الصحراء اي عندنا وقت تسنى نفقاو الصحراء اسكو ساكن الله يبارك وسنغد من الصحراء اي كنفرح يس تصاطاس ذاكي ذاك ديون الوحده الوطنيه ذاك ديون ذاك اكو إزائريا نفرح يس تصاطاس. ولله در الإمام الشافعي القائل: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ولآل مالك من برج بوعريريج حضور دائم في هذه المناسبة إحياء لها وصلة لأرحامهم وشدا على أيدي بني عمهم محمد بن مالك، فنعم الأهل ونعم العمل، ذرية بعضها من بعض وخير خلف لخير سلف. جئنا من برج بوعريريج إلى زاوية سيدي محمد مالك لإحياء هذه الليلة المباركة ليلة عاشوراء، ودأبت هذه الزاوية على إحياء هذه الذكرى في كل سنة، وهي عادة طيبة تقوم على قراءة القرآن والذكر وعلى إحياء السنة النبوية الشريفة. ونحن جئنا من برج بوعريريج لنشارك أهل هذه المنطقة هذه المناسبة، ونتمنى أن تستمر هذه الزاوية المباركة في تدريس القرآن وإصلاح ذات البين والقيام بالأعمال الصالحة، ونتمنى لها السداد والتوفيق لها وللقائمين عليها جميعا، فهم مشكورون على ما يقومون به من هذه الأعمال النبيلة الطيبة، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم محطة من المحطات الزمنية اللي هي عاشوراء. جئنا إلى هذه الزاوية وأنا طالب في هذه الزاوية، كنت أدرس هنا. اليوم جئنا لنحيي على غرار السنوات السابقة، نحيي عاشوراء بهذا المكان، وجئنا من برج بوعريريج من القليعة ومن زمورة ومن أماكن متعددة من برج بوعريريج لنكون هنا مع إخواننا الذين أبوا إلى أن يستدعونا لنحيي هذا الحفل. وكذلك أتينا على غرار عاداتنا السابقة أننا نحيي عاشوراء في هذه المنطقة، وإن شاء الله رب العالمين يعطينا التوفيق ونحيي هذه الليلة عن ليلة عاشوراء بالهناء والسعادة إن شاء الله. زاوية تفريت الملك زاوية عريقة تمتد من نهاية القرن الثامن الهجري إلى يومنا هذا، زاوية تقوم بتحفيظ القرآن الكريم وإصلاح ذات البين
وتعين الفقراء وتعين كذلك الطلبة الذين يأتون إلى هذه الزاوية من كل حدب وصوب. شكرا. في البداية أحببت أن أقدم تشكراتي إلى القائمين على هذه الزاوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للمزيد في خدمة هذه الزاوية وخدمة والقيام على تنشئة الطلبة الموجودين بها أحسن تنشئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين. وبعد، أرحب باسمي وباسم اللجنة الدينية بضيوفنا الكرام الذين قادموا إلينا من ولاية برج بوعريريج، فحلوا علينا ضيوفا فهم مرحبون بهم ومشكورين على قبول هذه الدعوة. فزاوية سيدي محمد مالك هي منارة علمية فيها يدرس القرآن الكريم، وفيها يتلى الذكر الحكيم وذكر الله عز وجل. وهذه الزاوية تخرج منها كثير من الطلبة الذين قدموا من جميع ولايات الوطن. والزاوية تجمع بين الناس وتكون سببا في تعارف الناس فيما بينهم، فتجمع البعيد بالقريب وتجعل بينهم المودة والأخوة. والزاوية تحيي هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء لفضله ولعظم مكانته، تحيي هذه المناسبة العظيمة بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، وفيها يجتمع الناس على المودة وعلى الرحمة وعلى الأخوة، كما أنها تساهم في مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين من كل النواحي أو من جميع النواحي. فهم مشكورون على هذه المبادرة الحسنة، ونسأل الله عز وجل لهم السداد والتوفيق في تبليغ رسالة الله عز وجل، وفي سعيهم في إصلاح ذات البين وفي مساعدة الفقراء والمساكين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخوكم في الله مشرف الزاوية الشيخ عمر بركان من برج زمورة. جيت نزور أحباب لي وولاد عمي في زاوية سيدي محمد مالك ونشاركهم في هذه الليلة المباركة، ليلة عاشوراء، وراني فرحان وسعيد بهم بزاف بزاف على الاستقبال يستقبلونا، ونشكروهم كثير لأن خاوتنا ولاد عمنا، ورانا كل عام نجي ونشاركوا معاهم في هذه الليلة المباركة. وأنا راني حبيت نمثل خاوتي ولاد عمي في بني يعلى في إيسومر مدينة قنزات، وولاد عمي في برج زمورة وبرج بوعريريج، راهم يسلموا عليكم كثير، وراهم معنا وراهم حاضرين معنا ان شاء الله، وراهم يسلموا عليكم، وراهم قال لكم رانا مشاركين، وحنا جينا نزوروا خلينا اهالينا واموالنا، وجينا نشاركوا وفرحانين بزاف بزاف بخاوتنا بولاد عمنا، ورانا مستعدين نضحيوا على جالهم وما نخليوهمش كما كانوا اجدادنا بكري، كانوا يجيوا وكانوا يزوروا، وكانوا كل مولود النبوي الشريف وفي عاشوراء ويجيوا يفرحوا ويتلاقوا ويتذكروا الله ونقراوا القرآن والاحاديث، وعرس كبير وعرس عظيم، وإن شاء الله تبقى إلى يوم الدين. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم محمد خليلي قاطن بولاية بشار. جاءت بي المحبة نتاع أولياء الله الصالحين ومحبة الأحياء كذلك، وكان السبب في هذه الزيارة أحد أحفاد الولي الصالح أتى بي إلى هذه الزاوية، وقد تشبعت بها، وكان لي إحساس روحاني. بعد ما درت أول قدمي وضعت في هذه الزاوية صبت واحد الراحة لجسمي والقلب والارتياح، لم نحس بتعب. جيت من مكان بعيد
مسافة بعيدة، ولكن محبة الصالحين ومحبة أهل الله ومحبة أهل الزاوية والله التعب كلها كلا شيء. لأنني تشبعت بهذه الزاوية وجدت فيها بعض الخصال، خصوصا في هذه الزاوية قراءة القرآن، التواضع، الأدب والأخلاق، إطعام الطعام، تأوي الفقير والمسكين والغني. الناس كلها يعيشوا على حسب درجة واحدة، ما يفضلوش واحد على واحد. تشبعت بهذه الزاوية، ونتمنى في كل عام زيارة لها. هذه المرة الخامسة نزور هذه الزاوية، ونتمنى والله لو طال الحياة لو كان بقيت هنا كان أحب شيء إلي في حياتي مع أخواني، لأن ليست السماع كالنظار. عندما تجي إلى بلاد القبائل تسمع بلاد القبائل والزوايا تاعها كي تشوف تشبع القلب، تشبع القلب والجوارح، وبراحة القلب ترتاح الجوارح. وزيارة الأولياء فيها دواء كبير كزيارة كالمرهم للعين. وإحنا هذا النهار تاع المناسبة هي ذكرى عاشوراء في شهر مبارك معظم، وهذا يوم مبارك. حب شيء عندنا في الحياة عندما نتلقى مع أخواني في هذه البلدة العظيمة المضيافة، والقلب يملأ كثير من المحبة لهذه الزاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله در شوقي القائل: فقد فضل الرحمن آل محمد، وأودع ذاك الفضل في الطفل والكهل، وأذهب عنهم كل رجس كرامة، وطهرهم أنعم بهذا العطى الجزل. كما تقوم الزاوية العتيقة في هذا اليوم بنشاطات خيرية جوارية، منها تزويج بعض الشباب والإصلاح بين المتخاصمين. وكثيرا ما يقوم الزائرون بتقديم المساعدات المالية والمادية في هذا اليوم العظيم إلى الزاوية التي تعتمد في نشاطها على إحسان المحسنين.